بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أذلة وهم صاغرون. هي مية الفرات يا أبو أكرم. هي وصلنا إلى بحيرة الطبقة، نهر الفرات. نحن ما بقى في خطوط سياسية بتمنعنا أو بتخلي تصير مسميات شرق الفرات وغرب الفرات، شمال شرق وشمال غرب. لا، الجزيرة السورية. نحن حاليا في الجزيرة السورية. العشائر السورية انتفضت في دير الزور، بريف دير الزور، بالرقة، بريف الرقة وبالحسكة، وفي منها حراكات مدنية ومنها حراكات شعبية مسلحة لتتخلص من نظام قسد، من ميليشيات قنديل الإرهابية اللي عملت على قهر هاي الناس. لقينا ناس لقتلنا بالأحضان وهي عم تبكي. 10 سنين عم نستناكم، 10 سنين عم ننتظركم، 10 سنين عم ننتظر هاي اللحظة، وهي اللحظة هلق ما بتقل أهمية عن أي لحظة تحرير. الناس عم تعيش التحرير من جديد، الناس عم تعيد 8/12 من جديد، عم تعيده لأنه هي ما شافت هذا التحرير حقيقة، عاشت نفس الظلم. شفنا ميليشيات من فلول نظام الأسد البائد وضباط منتسبين إلى ميليشيات قسد. رسائلنا الواضحة والأخيرة إلى عناصر ميليشيا قسد وإلى كلاب قنديل الخروج خارج سوريا، واللحاق بأهلكم وناسكم واللحاق بمناطقكم. أما السوريين في قسد، معك لسه فرصة لتبتعد عن هذا التنظيم. قسد فقاعة وانتهت، قسد انتهت إلى زوال، ما بقى في شيء اسمه قسد. ومن هون على هذا النهر، بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. أذلة وهم صاغرون. هاي الميليشيات عم تنطرد صاغرة أمام العشائر العربية، أمام العشائر السورية، عم تنطرد صاغرة، والناس عم تعيش هاي الحرية. قوى وزارة الداخلية عم تحاول تأمن هاي المناطق اللي عم تحررها العشائر. والنعم من أهلنا في دير الزور، أهل النخوي اللي سمعوا النداء، اللي سمعوا البركان، اللي سمعوا صوت الانتفاضة وانتفضوا وانطلقوا، وناطرين بقية العشائر بمحيط الرقة، بأرياف الرقة الأخرى، بكل المناطق في الجزيرة اللي ما تحررت أنها تنتفض. ترى هاي اللحظة ما بتتكرر، هاي التاريخ راح يسجلها، راح يسجل خاين ما تحرك، وراح يسجل وطني وشريف وصاحب أخلاق اتحرك وحرر بلده. هذا التاريخ راح يتسجل لأولادنا. السلام عليكم.